ديالنا كمغاربة 2025 سنة أخرى من سنوات الله، لكن كاين الكثيرين يعتبرونها بأنها سنة ساخنة، بأنها سنة الحسم. وطبعا ملفات كثيرة يمكننا نتحدثوا عليها، ما يرتبط بالوحدة الترابية، علاقتنا بالجزائر، بواشنطن، عودة ترامب إلى البيت الأبيض، واللي يمكن أن ما تعنيش تلقائيا أنها في صالح المغرب، وحالة الجمود اللي عرفتها العلاقات المغربية الأمريكية في عهد بايدن. الدول اللي منتظرين أنها تعترف بمغربية الصحراء واللي استتعود تزاد لأنه انتصارات دبلوماسية كثيرة حققها المغرب سنة 2024. علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي نعتبر أن 2025 هي سنة الحسم، لأن محكمة العدل الأوروبية في شهر أكتوبر اللي داز صدرت قرار نهائي غير قابل للاستئناف بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي كيتعلقوا بالصيد البحري والفلاحة والرباط. ردات بأن هذا القرار لا يعنيها، وأنه كشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الواقع. يمكن نتحدثوا أيضا عن الإجازات ديال الحكومة، الدعم الاجتماعي، والمتضررين ديال زلزال الحوز اللي بداوا سنة 2024 بتداعيات زلزال 9 سبتمبر، وكيأملوا في 2025 أن تكون نهاية لأحزانهم الطويلة. أستاذ عبد الحكيم قرمان، مرحبا بك، أهلا وسهلا على MFM. أستاذ عبد الحكيم، اهلا وسهلا سي هشام، تحيه لك والطاقم والسيدات والساده المتابعين. مرحبا. طيب غادي نبداو هذه الحلقه التقييميه ل 2024، وجزء منها سنخصصه ايضا للمأمول طبعا في الملفات الساخنه الكبرى ديال المغرب. اذا كتوطئه اولى، اش ممكن يقول الاستاذ الخبير على 2024 التي سنودعها بعد ساعات؟ وبداية أول شيء يمكن لي نقول هو نقدم لكم مسبقا لكم وكل الشعب المغربي والجلالة الملك وكل مغاربة العالم بأطيب التمنيات باستهلال واستشراف السنة الجديدة ميلادية 2025، وأتمنى أن تكون فاتحة خير ويمن وسعادة وهناء للجميع. وفيما يتعلق بما تفضلتم به من أحداث وإشارة إلى أهمها باعتبارها كانت أحداثا بليغة ومميزة بالنسبة لهذه السنة 2024 التي نحن على مشارف إنهائها بإذن الله. أكاد يعني أدعو إلى توزيع هذه الأحداث أو هذه القضايا الكبرى إلى 3 أصناف من القضايا. نعم. الصنف الأول ندخلوه في واحد الخانة كبيرة، منجزات المغرب سياسيا ودبلوماسيا على المستويات المحلية والإقليمية والقارية والدولية، وهو ربما العنوان الكبير والأبرز الذي نكاد نجمع نحن وحتى الخصوم على أنه العلامة المميزة لسنة 2024 للدبلوماسية الملكية والانتصار الباهر للمملكة المغربية على كل هذه الواجهات الجيوسياسية والجيوستراتيجية. الموضوع الثاني أو الفئة الثانية من القضايا هي القضايا المميزة للسياسات العمومية والقضايا المرتبطة نقدروا نسميوها بحصيلة تدبير الشأن العام اللي تقدمت أيضا وكانت قبل ما أو بتزامن تقريبا مع التعديل الحكومي لهذه السنة. ثم الصنف الثالث وهو قضايا مختلفة مرتبطة بطموحات المغاربة وبتطلعات وبتساؤلات وبأحيانا يعني انتظارات ينتظرون تحقيقها. ربما بدأت 2024 في جزء منها ويتطلع المغاربة إلى إنجاز ما تبقى في سنة 2025. إذن هاد الثلاثة نقدروا نبداو بالمقدمة الأولى بالصنف الأول ونقولوا بأن بالفعل سنة 24 كانت كما تفضلتم سنة تأكيد الانتصار وقرب الحسم النهائي، يعني على مشارف الحسم النهائي طبعا في قضية
الوحده الترابيه وحسم النزاع المفتعل حول وحدتنا الترابيه الذي دام لما يقارب ويعادل نصف قرن، وهو اقدم صراع في افريقيا. اذا هذه النقطه هذه نقدروا نعطيوها ثلاثه المفاتيح. المفتاح الاول وهو خطاب جلاله الملك في الدخول الاجتماعي او افتتاح الدوره التشريعيه لسنه 2024 اللي حط فيها كل الى بغينا نقولوا الخلاصه ديال 25 سنه، ربع قرن من سياسته الحكيمه وتدبيره لهذا الملف بشكل انتقل معه المغرب من مرحله التدبير الى مرحله التغيير كما ورد في خطاب جلاله الملك، واوضح فيه للداخل وللمحيط الاقليمي والقاري والدولي يعني رؤيه المغرب ومنجزاته وحقوقه الثابته التي لا غبار عليها، وطرح الافق النهائي للحسم في هذه القضيه والتي لا يعني اضافه بعد ذلك، وهي فكره او كمفتاح اول تلخص حصيله النجاحات الدبلوماسيه، طبعا اللي بدات من الاعتراف الامريكي في 2020 ثم من بعد اسبانيا، المانيا، جزء مهم من اوروبا، امريكا اللاتينيه، في اسيا مجلس التعاون الخليجي. كل هذه المكونات توجوا وتكثفوا في مضامين الخطاب الملكي اللي دار في الافتتاح. ثانيا المقاربه الثانيه او البعد الثاني هو الادوار التي اصبح ربما المغرب كدوله اقليميه ناهضه مؤثره لها حضاره ولها ثقل ولها هيبه ولها حضور في صنع الاحداث في الاتجاه الايجابي، طبعا دوله تبحث على التعايش، على السلم، على التنميه، على حسن الجوار، على طرح المبادرات التنمويه اقليميا وقاريا وعلى المستوى العربي، على المستوى الاسلامي، على المستوى الافريقي، على المستوى العالمي. شفنا المبادره جلاله الملك، المبادره ديال الافرو اطلسيه، المبادره ديال المنتدى الافريقي لدول المحيط الاطلسي، شفنا ايضا احتضان المغرب لعدد من اللقاءات ديال المشاورات الاشقاء الليبيين، شفنا ايضا الدور ديال جلاله الملك حتى ايضا التحركات ديالو المدروسه والدقيقه واللي كانت عندها واحد البلاغه في ابراز هذه النجاحات. وشفنا ايضا اخر حدث من هذا الجانب هذا هو الزياره التاريخيه لماكرون الى المغرب، وكيف انه الاعتراف ديال فرنسا بمغربيه الصحراء وبانها حاضر ومستقبل الصحراء ما يمكن يكون الا في ظل السياده المغربيه من داخل البرلمان المغربي، كان هو بمثابه يعني كيف تنقولوا في رياضه الملاكمه الضربه القاضيه التي اسقطت كل الخصوم فوق الحلبة الصراع السياسي. والافتتاح الاخير في هذا الباب هذا هو الان نعم. المغرب يدخل الى بغينا نقولوا باللغه ديال الدبلوماسيه النوتراليه. المغرب خرج من منطق دوله في شمال افريقيا لها يعني دور يعني محدود في الجغرافيا. الان المغرب اصبح يطمح الى عضويه دائمه في مجلس الامن. المغرب اصبح يعني ينادى عليه من البريكس ومن التعاون الخليجي ومن دول في الاسيان. المغرب اصبح له دور، بالتالي نتحدث عن استشراف مرحله جديده ان شاء الله 25 باش يكون المغرب الدوله عظمى، الدوله امه، الدوله حاضره وقويه ومؤثره في الاحداث وفي الاقليم وفي المنطقه بقياده جلاله الملك. قبل الانتخابات بسنه الحكومه ايضا ستواصل في السنه القادمه كثيرا من التحديات استعدادا لاستحقاقات انتخابيه اخرى، استعداد لمرحله اخرى. يعني اعتقد انه الان السرعه القصوى يجب أن تبذل من أجل تثبيت ما تم الاتفاق عليه سلفا في الانتخابات السابقة، وهي اللي خلت الحكومة الحالية أنها تكون وأنها تجمع الآن بعد تعديلها. أعتقد أنها أعطت لنفسها واحد الشعور بالارتياح أكثر على أساس اشتغال بطريقة أفضل في آخر يعني شهور. يعني أعتقد الآن
المرحله اللي بعد المقبله غادي تكون هي الاستعداد للانتخابات. طبعا اذا هنا تندخلوا في الصيف الثاني اللي تكلمنا عليه واللي تفضلتي وحددتيه الان الاطار ديالو، وهو ما مدى يعني لا ساتيسفاكسيون، الرضا اللي يحصل عند المجتمع المغربي من هذه الثلاث سنوات ديال تدبير الشأن العام في ظل الحكومه اللي تيقودها عزيز أخنوش، وخاصه بعد الاستماع والتداول بشأن الحصيله اللي قدمتها قبل التهديد، وايضا كيف قلتيو الاوراق اللي فتحت منذ بدايه الانتخابات، منذ بدايه سبتمبر 21 الى اليوم. ما تحقق طبعا ما يمكن لناش نغفلوا عن ما تحققت اشياء مهمه. نذكر على سبيل المثال تدبير الجانب ديال القضايا الاجتماعيه، يعني كان هناك واحد المجهودات مبذوله في مجال الحوار الاجتماعي، وان كانت تحتاج الى تحسين وتجويد، هذا شيء طبيعي. ثم على مستوى تدبير التداعيات اللي جات الحكومه في ظلها، التداعيات اللي خلفتها كورونا، ثم التداعيات اللي خلفها الزلزال، ثم التداعيات ديال الحرب الروسيه الاوكرانيه وغلاء بعض المواد والمحروقات، مما ادى الى ارتفاع المواد الغذائيه وارتفاع كلفه الحياه. كل هذه القضايا اكيد كان فيها اجراءات وتدابير وتخصصت لها واحد العدد ديال يعني كيف تنسموا عليه ريبريك، واحد العدد ديال المخصصات الماليه للحد من هذه الازمه. وايضا على مستويات اخرى شفنا المغرب دخل بقوه لمجال تدبير الطاقات المتجدده، ايضا حقق تطور على مستوى التصنيع السيارات وما الى ذلك. ثم ولوج المغرب الى عمليه تحليه الماء، وهو قطاع استراتيجي ومهم، وربما غيكون في المستقبل على راس القطاعات الاستراتيجيه تدبير مدره الماء وتوفير الحاجيات ديال البلد في هذا المجال. هذو كلها معطيات نقدروا نقولوا ان الحكومه وضعت واحد القدم في اطار سياسات استراتيجيه مهيكله ربما ستمتد على سنوات. اضيف الى ذلك ان المشروع الكبير اللي تيقود جلاله الملك دائما، اللي هو التحضير لكأس العالم والبنية التحتية وما يتطلبه ذلك من موارد ومن تدبير ومن مواكبة ومن تجهيز ومن لوجستيك ومن ملاعب ومن كل هذه الأشياء، يتطلب أيضا مخصصات مالية ضخمة. وبالتالي تنشوف أن المغرب سيقوم بواحد المجهود جبار في هذا الاتجاه، ويحقق واحد النوع من الرضا والإعجاب والثناء من دول كثيرة، حتى من دول متقدمة في هذا الباب، خاصة دول الشركة اسبانيا والبرتغال. لكن في نفس الوقت كيف قلتوا ان الحكومة ربما مدعوة فيما تبقى من هذه الفترة. وهذه مرحلة أكثر صعوبة نوعا ما. طبعا المواطنين هذا الإحساس بما تداولته الحكومة طيلة هذه الفترة مازال ما مترجمش على أرض الواقع، أنه باقي الهشاشة الاجتماعية تبدو في الشارع من خلال مجموعة من الظواهر التي يجب أن تكثف الحكومة مجهودها من أجل يعني ما نتداوله كمواضيع كبرى شكل، ولكن ما يعيشه في الشارع المغربي المواطن يحس بشيء آخر، ويعني يبدو له بأن الأمر ليس بالشكل الذي كان ينتظره. اكيد هنا قلت لك قبيلات كانت خصصت واحد المحور ثالث، وقلت بانه هذا المحور الثالث هو اللي غيجاوبنا يمكن على هذه النقطه هذه، اللي هي بعض الانتظارات وبعض التساؤلات وبعض الانشغالات وبعض حتى المشاكل والازمات هنا وهناك في بعض المجالات قطاعات معينه اللي واكبت الا بغينا نقولوا الاحداث ديال سنه 2024، وشفناها تكرست عن طريق واحد العدد ديال المظاهر او التظاهرات. شفنا احتجاجات، وهذا شيء طبيعي، بلد ديمقراطي يكون فيه الاحتجاجات الفئويه والاجتماعيه والنقابيه، هذه شيء عادي في الحياه السياسيه. وشفناها في الصحه، وشفناها في التعليم، وشفناها في المحامين، وشفناها في واحد المجموعه ديال القطاعات، مما يعني أنه بالقدر الذي يتقدم المغرب في كل ما هو هيكلي استراتيجي، سياسات تدبيرية لقطاعات حيوية تشكل إلى بغينا نقولوا الصورة المغرب المتقدم ديال المستقبل. لكن في نفس الوقت نجر في هذه الدينامية الكبيرة نجر بعض الأثقال من جانب
التدبير ربما ديال الحكومه لبعض القطاعات الفئويه، التدبير في مجال التواصل مع المجتمع بواحد الشكل فعال، واحد الشكل بعيد على التشنج وبعيد على ردود الافعال، يكون واحد التواصل هادئ مقنع، يتعامل مع المواطن بواحد البيداغوجيه، انه تيطرح المنجزات بوضوح وتيشرح للمواطن شنو هما المكامن ديال الخصائص، وتيشرح للمواطن شنو الحكومه يمكن لها تفكر من تدابير، وشنو هما الاكراهات المطروحه اذا كانت اكراهات وهذا واقع، كيفاش يمكن المغاربه ينتظروا ومستعدين يصبروا الاكراهات واحد السنه او سنتين او بواحد الشكل متدرج في انتظار الانفراج التام وتحسين الاوضاع الاجتماعيه والحد من غلاء الاسعار، واحد العدد القضايا اللي تتشغل بال الناس. نعم. النقطة الأخيرة إذا سمحتي لي فهذا دائما أتصور بأن سنة ونصف أو سنة على أبعد تقدير إذا بغينا نسميه الزمن التدبيري الحقيقي للحكومة، أنه مطالبة بتسريع أولا الوتيرة فيما يتعلق بالأوراق اللي تكلمنا عليها واللي هي مهمة ومهيكلة واستراتيجية، باش يمكن لها على الأقل تشرف على نهاية البعض منها في إبان الولاية نفسها وبالتالي تدخل في المكاتب ديالها، ثم ان المشاريع الاخرى اللي تتطلب واحد شويه الوقت تيخص بعض الاجراءات وبعض التدابير سريعه وضروريه وتحفيزيه باش ترجع الثقه ديال المواطن وباش تاخذ عين الاعتبار بعض الاكراهات وبعض الفئات الاجتماعيه اللي ما عندهاش الامكانيه او الظروف ما تسمح لهاش باش تصبر اكثر من ذلك. تشوفوا المناطق اللي في الجبال، مناطق في العالم القروي، تشوفوا الناس اللي محدودين الدخل الى اخره. حنا خصنا بعض التدابير استعجاليه في هذه السنه وسنه ونصف باش يمكن نخلقوا ديك الديناميه المجتمعيه اللي تتحقق لنا النهضه الشامله في اطار التكامل بين العمل الحكومي والتكامل بين العمل ديال البرلمان، وايضا اعطاء واحد النفس واحد ديناميه اخرى لتنشيط ديناميه المجتمع المدني باش يمكن نعطيو واحد الدفعه قويه للانتقال الى تحضير المرحله المقبله. خليك معنا استاذ الخبير عبد الحكيم قرمان مباشره من العاصمه الرباط في هذه الحلقه المخصصه لاحداث 2024 و يعني احتياجاتنا نوعا ما ذاتيه تحقيق رغبات كثيره لم نستطع تحقيقها في 2024 نرغب في تحقيقها في 2025 جماعه. الاساسي انه اذا كان هناك ربح جماعي سيكون وقعه علينا جميعا. هشام غالي كي حيكون في نسول مسؤول راجعين بعد الفاصل. الغيتخو ودائما هذا واجبنا في نهايه كل سنه كنحاولوا نعملوه، واستغليت البرنامج لهذه الغايه معي الدكتور استاذ عبد الحكيم قرمان مباشره كخبير معنا على هواء مباشره من الرباط. سي عبد الحكيم، الان الوحده الترابيه اعتقد قطعنا من اشواطا كبيره. ملف ديال الصحراء كنعرفوا انه كيحتل مكانه مهمه في القائمه ديال الاولويات جلاله الملك ونحن معه كذلك. واحد من ابرز القضايا الوطنيه اللي كتحظى باهتمامنا جميعا بالنظر للحساسيه ديالو ارتباطه الوثيق بالوحده الترابيه الملاكه. الديناميه الكبيره اللي شهدها هذا الملف خلال السنوات الاخيره كيبين ان القضيه دخلت واحد المرحله حاسمه لعده اسباب استراتيجيه في الاعتراف المتزايد من القوى الكبرى بمغربيه الصحراء، تزايد الفتح ديال القنصليات في المدن ديال الصحراء كخطوه دبلوماسيه عمليه كتعزز سياده المغرب على الاقاليم الجنوبيه، وكذلك تبنيه النهج في التعامل مع التحركات اللي كتمس الاستقرار ديالو خاصه في المنطقه العازله. كنتذكروا ان الرباط بينات عدم توانيها في التعامل مع يعني بمنطق الحزم من منطق الردع مع اي خرق محتمل، الشيء اللي كيبرز التزامها بواحد السياده تامه على التراب الوطني. طبعا احنا الان بصدد البحث عن موقف تاريخي للصين. طبعا نعم بكل تاكيد. كل ما كنتمناو 2025 نبداو بها ان شاء الله. ان شاء الله كيف تنقولوا القادم احلى. بكل تاكيد ما تفضلتي به هو من المؤشرات اللي تحدثنا عليها في المحور الاول ديال ان في الاستشراف ديال 2025 بدون ادنى شك ان التحولات والتطورات والديناميات القائمه اليوم على المستوى اللي قلنا قاري واقليمي ودولي تعطي بان المغرب اصبح في واحد المرتبه في واحد الطالع مهم
على مستوى الجيوسياسي وعلى مستوى الحضور ديالو في المنتديات الدوليه وعدد من المنظمات الدوليه. المغرب ترأس مؤخرا السنه هذه مجلس حقوق الانسان الاممي. المغرب عنده حضور في واحد العدد ديال الازمات اقليميه وقاريه وتيحل واحد العدد المشاكل اللي هي ربما دول عظمى ما استطاعتش تحلها. المغرب بوساطات ديالو بالتدخلات ديالو بالدبلوماسيه ديالو استطاع يفك واحد العدد ديال القضايا مهمه. وهذا شنو تيعطي بان المغرب لم يعد فقط ان هو في حاجه لكل هذه الدول، ونحن في حاجه بطبيعه الحال لهذه الدول باش تدعم وتساند وتطور الديناميه ديال الاعتراف وتاكيد مغربيه الصحراء. لكن اللي بغيت نقول هنا ان حتى الدول العظمى الكبرى اصبحت في حاجه الى المغرب في هذه المنطقه المضطربه في افريقيا، سواء في الساحل سواء على مستوى المغرب العربي وتنشوفوا واش واقع. اذا المنطقه مضطربه والعالم يعرف تحولات في اتجاه نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب. وفي هذه المنطقه المضطربه هناك دوله عريقه قويه حاضره لها ارث قرون من الحضاره، لها إشعاع فكري وديني وروحي، ولها دبلوماسية يعني من الطراز الرفيع. إذن العالم شنو غيحتاج أفضل في القارة اللي فيها اضطرابات من وجود قيادة حكيمة من درجات الملك، دور استراتيجي تيلعبوا على مستويات متعددة، النزعة قوية ودائمة نحو السلم نحو الشراكة، دولة تتقدم مبادرات متعددة ومؤثرة لتنمية المجال العربي والمغاربي والإفريقي وعلى مستوى التعامل بين القارات، على مستوى التعامل مع أوروبا. إذا المغرب الآن كيف قلنا بكل تأكيد أن الصين في الطريق وربما حتى بريطانيا، وأكاد أجزم بأن حتى روسيا نفسها سيكون هناك تحول إن لم يكن الاعتراف سنة 2025 سوف لن يطول أكثر من هذه السنة وبعض الأيام أو بعض الأشهر. وصراحة بين 1975 و 2025 كنظن نكونوا هكذا غلقناه. هو الملف مغلوق باش نكونوا واضحين، ولكن نكونوا غلقناه بشكل نهائي ومشينا نتفرغوا حتى الجاره الشقيقه خصها تفرغ الامورها الداخليه وتفرغ ايضا لتنميه اقاليمها بدل الالتهاء بهاد الصنيعه ديالها وهاد الاسطوره اللي من 75 وحنا كنضيعوا فيها الانرجي على شي حاجه اللي مفروغ منها ومعروفه. اذا حنا حتى الا انتظرنا الموقف ديال الحياد تاع روسيا راه الملف غادي مزيان وغادي يكون منعطف حاسم كيعزز الموقف ديال الرباط. اذا حنا الان كنتظروا قرب اعلان بريطانيا اعترافها بالمغربيه ديال الصحراء. هذاك الحياد الايجابي ديال روسيا نتمناوه يبقى. انت قلتي تمنيتي كاع يكون اكثر. لا ان شاء الله. شوف كل المؤشرات لان روسيا بنفسها روسيا بنفسها تبحث عن موقع في النظام العالمي الجديد، ويتأكد اليوم بعدما وقع في سوريا كمؤشر قوي ودان تحت في بالي دابا ما نقول أن أحد شركائها التاريخيين والأقوى من الجزائر بالمناسبة. الدور ديال سوريا في المنطقة ماشي هو دور الجزائر. الجزائر دولة وظيفية، لكن سوريا دولة محورية في صراع الشرق الأوسط وفي التوازنات ربما بين الشرق والغرب سابقا. نعم. إذن ملي طاحت هذاك البيلي لا أظن بأن روسيا غادي تكون غبية بحال البعض باش تحافظ على النسق ديال التفكير ديالها جيو استراتيجي اللي كان عندها في الحرب الباردة والاعتماد على دولة هشة يعني متهالكة، البنية التحتية ضعيفة، الناس تيشدوا الطابور على الحليب وعلى الماء وعلى يعني ما قادراش تحقق التوازن الداخلي وتعتمد عليها دولة بحال روسيا تبحث على الصراع مع الصين ومع أمريكا في العصر المقبل. بالتالي ستبحث عن من؟ ستبحث عن دولة كما قال رئيس الوزراء الروسي لها هيبة ولها حضور ولها قوة وتأثير ونفوذ في القارة. وهذه الدولة معروفة شكون هي، محتاجوش نقولوها، هي المملكة المغربية. نعم دون شك. طيب كما في كل مرة زيارة كبار المسؤولين ديال الاتحاد الأوروبي للمغرب عقب قرار المحكمة ديال الأعمال الأوروبية
اللي صدر في اكتوبر واللي دويت عليه قبيله مقدمه. الزياره الرسميه اللي قام بها المغرب اوليفر فاريلي المفوض الاوروبي المكلف بالجوار والتوسع، يعني قال ان زيارتي اليوم هي دليل على قوه الشراكه اللي بين المغرب وبين الاتحاد الاوروبي، وكان عده برامج تعاون تتبلغ حوالي 500 مليون اورو لدعم الاوراش ديال الاصلاح الكبرى. اذا اتفاق مضامين جديده، والمملكه حسمت توجهاتها وحرصت خلال السنوات الاخيره على ان تنوع الشركاء ديالها، وانها تقيم شراكات استراتيجيه ما بين الصين، روسيا، الولايات المتحده كما قلتي انت سيدي عبد الحكيم، وكذلك مع تجمعات اقليميه بحال مجلس التعاون الخليجي ورابطه دول جنوب شرق اسيا فضلا عن الانفتاح على القاره الافريقيه بشكل عادي، وهذه سنوات المغرب فيها. طيب، المغرب الاطلسي والتحالف مع الساحل، العمق الافريقي يمكن نتحدث عليه من خلالك استاذي، قد جاء في كثير من خطابات جلاله الملك خصوصا الاخيره. نعم. وي، اذا هنا يمكن لنا نربطوا جوج ديال المتغيرات، وكل وحده عندها تاثيرات مختلفه على السابقه. اذا خدينا الاتحاد الاوروبي اللي تكلمتي عليها، غنعطيك رقم بسيط، معادله رياضيه باش نوضحوا الصوره للساده المتابعين. الاتحاد الاوروبي شحال فيه من دوله؟ فيه 27 طبعا. حيد 20 من 27، شحال بقى؟ 7. 20 كلهم تيامنوا اما داعمين للحكم الذاتي اما معترفين بالمغربيه الصحراء بطريقه او باخرى، يعني اكثر من النصف بكثير، ويؤكدون كل على انفراد في لقاءاتهم المباشره مع المغاربه انهم لا يعنيهم بعض القضايا الاخرى التي تاتي في سياق يعني مواقف معينه او احكام معينه. الهيئه معروفه لا داعي للحديث عنها لانها لا تساوي شيء بهذه المعادله هذه. اذا 20 من 27 يعني الافق المطلوب في المرحله المقبله. ما كاينش خيارات، خيار واحد اللي كاين فوق الطابله، يا اما هاد 20 غادي يقنعوا ديك السبعه وغادي يفضيو هاد الاسطوره الخاويه وراهم غاديين في الطريق وغادي يديروا يديهم في يد المغرب بشكل بشراكه اقوى واحسن وبمنطق الرابح وبمنطق ان مغرب الامس ليس مغرب اليوم، وانتهى الكلام. اذا مساله اسابيع او شهور وكل واحد يحسب الموقف ديالو. ثانيا بالنسبه للمبادره الثانيه ديال المبادره الاستراتيجيه اللي وضعها جلاله الملك ديال الافرو اطلسيه والمنتدى ديال دول الساحل الاطلسي، هذه مبادره استراتيجيه ربما سنتحدث عنها ليس فقط اليوم وغدا والسنه المقبله، ربما ستصبح جزء من المنظومه الجديده للعلاقات الدوليه في اطار النظام العالمي الجديد. لذلك من هنا تنهضر لك على الدور اللي مطلوب من المغرب واللي ربما الدول العظمى تاملوا في المغرب انه سيصبح لاعب مع الكبار، لاعب مع اللاعبين الكبار، وربما عضو دائم في مجلس الامن. لان في افريقيا ما يمكنش في الوضع الراهن وفي الاحداث اللي تنشوفوها وفي الاوضاع شي بلد بحال المغرب قرار ثابت، عنده استقرار سياسي، عنده بعد وثقل حضاري كبير، وعنده تاثير في المجال وفي الاقليم، وصانع من صناع السلام وصناع التعاون بين الشمال جنوب والان سيتحول الى تعاون جنوب شمال. اذا هذه المعطيات كلها تجعل هذه المبادره ديال دول الساحل ودول ديال المطله على المحيط الاطلسي رؤيه استراتيجيه جديده وعبقريه لم يسبق التفكير فيها من قبل، بمعنى شيء جديد مبتكر. وحنا شنو تنقولوا هنا؟ العبقريه ديال الدبلوماسيه المغربيه، انه كيفاش تفتح دول في الساحل كانت محدوده جغرافيا وتعيش ازمات ومشاكل داخليه واحترابات، وتتعطيها واحد المتنفس تخرج البحر ديال المحيط، وماشي غير تخرج للمحيط وتخرج البضاعه ديالها وتعمل تجاره وتعمل مبادله، بل تفتح لها افقا نحو قارتين امريكيتين، الشماليه والجنوبيه في الاتجاه الاخر. اذا كتفالوريزي واحد المجال وكتعطي لبعض الدول اللي كانت كتبان في الخريطه مهمشه وضعيفه ومتهالكه تصبح لاعبه اساسيه في القاره. اذا في نهايه المطاف المغرب يغير هندسه القاره ويغير هندسه السياسه الدوليه ويغير هندسه العلاقات الدوليه والتعاون والشراكه في القاره. اذا ماشي سهله. استاذ قرمان، بطاله
ارقامها بقى هي 100 مليار درهم اللي تخصصت للحوار الاجتماعي والتغطيه الصحيه والدعم الاجتماعي، بالاضافه للدعم المباشر للسكن، اعاده ايواء القاطنين ديال السكن غير لائق، 10% من الناتج الداخلي الخام تدارت لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعيه الهشه والطبقات المتوسطه. الحكومه التزمت بتعزيز الدوله الاجتماعيه، اعفات المتقاعدين من الضريبه على الداخل، الشيء اللي غادي يكلف الخزينه حوالي 1 مليار و200 مليون ديال الدرهم. اعتقد ان الارتفاع نسبه البطاله ل 21% يثير القلق وملف حاسم، وكره الثلج ما سهلاش امام رئيس الحكومه في 2025. اكيد لذلك انا قلت في هذا المحور الثالث انه من بين القضايا اللي ربما الحكومه تسارع في العمل اتخاذ المبادرات وتسرع في وتيره الانجاز، تسارع الى اتخاذ اجراءات وتدابير عاجله وتحفيزيه، وتسرع في وتيره الانجاز والتجسيد على ارض الواقع بالنسبه لبعض البرامج اللي نقدروا نسميوها برامج ظرفيه كونجونكتوريل، بمعنى تتجاوب على واحد الاسئله محوريه واسئله محرجه في هذه اللحظه هذه. نعم. البطاله على راسها، والبطاله بالنسبه لي انا كيف تنقول الرقم طبعا كيف جاء من خلال الارقام المفوضيه ديال لو كوميساريو بلون او في عدد من الدراسات الاخرى، رقم صعب يعني بكل صراحه. راه ما يمكنش شي حكومه كيما تكون نوعها تنقص من 21 وتهبطوا لواحد المعدل اللي ربما تنعملوا فيه ديال 9 او 8 او صعيب، ما يمكنش بحكم الواقع والحساب والميزانيه اللي عندنا راه معروفه. اذا شنو خاص بعض التدابير الاخرى، مثلا تقويه هذا الجانب ديال الحوار الاجتماعي، تقويه الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، النقابات، الفئات الاخرى، تحسين بعض الخدمات، تجويد بعض الخدمات الاجتماعيه، تمكين الولوج الى بعض الخدمات بالمجان لبعض الفئات الهشه جدا. هكا يعني بعض التدابير الظرفيه ريتما يدوز المغرب من هذه المرحله ديال كيف تنقولوا الضائقه ديال الجفاف والاكراهات، ويخرج لواحد المرحله اكثر يعني استراحه من ناحيه او راحه من ناحيه ديال التمويل، ويمكن ديك الساعه خص تطلق واحد الاستراتيجيه مهيكله بحال الشكل اللي درنا في الطاقه النظيفه وفي الصناعه وفي كذا، ندير واحد الاستراتيجيه متوسطه المدى في المجال الاجتماعي. يكون الهدف ديالها هو بناء اسس قويه للدوله الاجتماعيه. دونك هذا هما التحديات الكبرى ديال الحكومه. دون شك بطبيعه الحال الاقتصاد رهين بكثير من المعطيات، مشاريع كبرى تدارت هذه لا نقاش فيها، فلوس كثيره خسرات، لكن ما زلنا ننتظر رحمه السماء في كل الحالات. حكا نودعوا السنه وشويه الاوديه تحركوا شويه لما تحرك، ولكن العام راه تقريبا مشى على مستوى الفلاحه. دابا تعاقب سنوات الجفاف بشكل كبير على اثر على نسب النمو، وطال واحد المجموعه ديال القطاعات اللي مرتبطه بالفلاحه. عزيز أخنوج دائما راهن في حكومته على حسب قانون الماليه، الى رجعتي معايا راهن على انه يحقق نسبه نمو تمكن لا توصل 4.6% في 2025 فلاحيه متوسطه. دابا هذه المتوسطه فيها الشك، يعني الفرضيات اللي كيمكن لها. هذا نقاش. نعم. صباح. اذا هنا تنقول بان العلم الغيب ما يقدر حتى واحد يتوقعه. ربما يكون ما تبقى من الشطر السنه الفلاحيه، ربما يجيب هذه المتغيرات قد تنقذ يعني هذاك او بالتقريب هذاك المعدل اللي تكلم عليه رئيس الحكومه، ولكن في كل الاحوال هذا التعاقب ديال السنوات اللي تفضلتي وقلتي هو اثر هيكليا على مجموعه من القطاعات، وهذا هو اللي مهم في الامر. هو بعض المهن، بعض الحرف، بعض الانشطه اللي كانت موسميه مرتبطه بالفلاحه كيف قلتي تقريبا تكاد تكون قد اندثرت. وبالتالي هنا التفكير تيخصو يكون شويه ديال ربما شويه ديال الابداع وشويه ديال النزول الى الواقع، باش الواحد يفكر في حلول كيف تنقولوا الا ما كانتش مستدامه الظرفيه اللي باقيه ديال الحكومه او الظرف المواجد، تكون بدايه تاسيس لدمج بعض المناطق وبعض الفئات اللي كانت تشتغل حياتها كلها في الفلاحه، ما تتعرف دير حتى حاجه، تدير غير الفلاحه او الانشطه الموسميه الفلاحيه وهكذا. هذه الفئات هي اللي خصها واحد العنايه الان
من الان يبدا التفكير فيها، برامج موسميه ايضا. يكون واحد البرنامج مثلا موضوع استعجالي دار غير في هذه الفتره ديال من هنا لبدايه الموسم المقبل، ونشوفوا الى تحولت الامور ديك الساعه. الحمد لله كانت الامور لا قدر الله استمرت، كيخص واحد التفكير بشكل قريب المدى ومتوسط المدى وربما بعيد المدى. ولكن احنا الان دابا في الظرفيه الحاليه نفكروا الان هو نقدوا هذوك الناس، نقدوا واحد العدد مربين المواشي، ما بقاوش تلقاو مثلا الامكانيات ديال الكلاء وكذا والماء كيف قلتي، واحد العدد الاشياء ضعفت. نفكروا في واحد العدد المهن كانت مرتبطه بهذه الفئات. هادو هما اللي رحنا خاصنا نفكروا فيهم حاليا الان وهنا. وهذو رهانات كبرى دون شك. المناظره ديال طنجه كانت واحد المناظره مهمه لانه كان تحدث فيها الجهويه. انا غير البارح كان معي رئيس جماعه. التجارب ديال الجماعات هذا موضوع سؤال كيمكننا نطرحوه في حلقات قادمه، لكن الجهويه في انتظار انها تكون متقدمه. يعني اعتقد انه من الضروري التعجيل بلا تمركز الاداري بعدا هو الاولاني. جهويه متقدمه يعني تحدي من التحديات الكبرى، ولكن يبدو من خلال حواراتي مع رؤساء الجماعات، وحنا كنمشيو لرؤساء الجماعات ماشي اللي عندهم ميزانيه ويستقرون في نعيم، ولكن اللي كيبحثوا تا هما تيترافعوا على المنطقه ديالهم على عرض الله غير ويقدروا يديروا شي حاجه. مازال كيقول لك بانه كاين تباعد، السلطات بعيده عليهم، السلطات المركزيه بعيده عليهم، ما كاينش تواصل، كيحسوا براسهم انهم كيشتغلوا بوحدهم، ومجبرين كل مره على ان اي شيء خاصو يجي من لهيه. هذا غير البارح رئيس الجماعه كان معايا بها نختموا. تفضل. هنا انا اظن كاين جوج ديال الابعاد اللي خصنا نشرحوهم او نوضحوهم للساده المتابعين والناس اللي تعرفوا هذا الشيء راهم ملمين بالموضوع. هناك الجانب المؤسسي. الجانب المؤسسي بما نعني ان الحديث على البنيه ديال الجهه كيفاش دايره، التقطيع الترابي، الموارد ديالها، المكونات ديالها، وبالتالي نهضروا على الجهه او مفهوم الجهويه الموسعه اللي الان تنتكلموا عليها في افق ان شاء الله تولي واحد النموذج تدبيري قار في اطار الهندسه المؤسساتيه للدوله ديال الدوله الاجتماعيه الديمقراطيه الحداثيه الى اخره. ولكن هناك الجانب ديال المضامين. مثلا ناخذوا القانون ديال الجهه وتنشوفوا شنو هما الصلاحيات وتنشوفوا شنو هما الامكانيات، فتنلقاو فعلا تفاوت. نلقاو مثلا الجهات عندها من الموارد البشريه ولا الماليه ولا الطبيعيه ولا ايضا الصناعيه ولا كذا ما يؤهلها لتصبح نموذجا في التنميه. الى عرفت دير واحد النوع من الحكمه، واحد النوع من التدبير، واحد النوع من التخطيط بالحاجيات وبالموارد ديالها. ولكن تلقاو جهات اخرى عندها البنيه المؤسسيه وعندها يعني الجامعات وعندها كذا وعندها كيف قلتي واحد العدد المجالس، ولكن ما تمشي تشوف في المضامين، تشوف في الامكانيات الموارد، تلقى واحد التباين. الله غالب عندهم طموح وغنديروا ونبنيو، ولكن تيجيو لرصد الامكانيات لا بالنسبه للوعاء الضريبي ولا بالنسبه للمداخل اللي تجيهم من المركز ولا من واحد العدد العائدات ديال المجال الترابي ديالها، فما تتاهلهمش باش يخلقوا واحد القفزه نوعيه في التنميه. اضيف الى ذلك ان نوع المسيرين واحد الجزء كبير منهم يعني العنصر البشري مهم. ما يمكنش تتكلم على تطوير البنيه ديال الجماعات الترابيه اللي هي القاعده الاساسيه او البنيه الاساسيه للجهه في غياب واحد الفئه متكونه سياسه الا بغيت تقول، يعني في واحد التنظيمات السياسيه تتعرف شنو هو المقاربه التشاركيه، شنو هو الاستماع للمواطن، شنو هي الديمقراطيه المحليه الى اخره. فتلقى واحد الاكراهات كبيره، واخا تيكون الانسان عنده واحد الامكانيه مثلا ماليه او كذا، ولا ما عندوش هذا الباك جراوند فتتعرقل العمليه التنمويه. اذا هنا واجهتين، ينبغي الاشتغال على تزويد القوانين والجانب المؤسسي، ولكن اساسا وقبل كل شيء على اصلاح المشهد السياسي واصلاح الحقل الحزبي واصلاح منظومه الانتخابات. هذو ثلاثه نقاط اساسيه. اكيد انه يعول على 2025 يمكن لها ماشي تحسن فيهم، ولكن على الاقل انه تدار ارضيه جيده طبعا مختلفه لهم. استاذ عبد الحكيم قرمان الخبير، شكرا جزيلا لك.
هادو غير نتف من تحليل لأهم أحداث 2024 والمأمول في 2025. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. هشام المغاربي يحييكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا. سنة سعيدة، كل عام وأنتم بخير مستمعينا. ألتقيكم غدا العام المقبل في تمام 2:30 لحيانا الله 2025، سنة أخرى تنضاف إلى أرقام حققناها. نتمنى تكون أفضل. إلى اللقاء.